قلت لكم على مباراة الاتحاد والهلال والامور ضبطت شوي. البارح احنا كنا نقول ذاك الايام صلة وما صلة طيب صلة الحين مسكت التذاكر بس، صار تنظيم الملعب الان متوليته جهات اخرى. تعال نشوف ملعب جدة في مباراة الاهلي والنصر وش صار فيه بعد التعديل. تاني 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 حنروح للحب تاني، والنار والعذاب من تاني وتاني تاني تاني، حنروح للحيرة تاني ونضيع ونجري ورا الأماني وتاني تاني تاني. أنا سأشتكي والله سأشتكي أقسم بالله. كل صراحة دخلت الملعب والله من على الباب، تذاكر مشتريها لنا 3 أيام، التذاكر مشترينها وخشينا الباب من الباب، خشينا من فوق الباب من فوق السوق. نروح للحيرة تاني ونضيع ونجري ورا الأماني وتاني تاني تاني. دقيقة ايش وقت زعلان؟ مو زعلان انا، مو زعلان، بتذكرة ما دخلونا. هي معي تذكرة ما دخلونا، ما دخلونا، مقفلين البوابات. الحين كيف دخلت من هنا ايش اسوي؟ احنا جينا من العمل للمدينة من هنا وما حصلت تذاكر في المدرجات في الشبابيك اللي بيعوا في نقطة البيع التذاكر. كيف قدرت تدخل الملعب؟ والله دخلت بالقوة من واحد، اخذت لي تذكرة وطلع لي فيها مزور. كيف الان من دخلوك لو هي مزورة؟ والله دخلت عن واحد من هنا من فوق شو اسمه ذا السور. في جماهير كثير دخلت من فوق السور؟ في ورايا فوق يعني تقول 5000 10000 دخلوا ورايا، مو انا لوحدي داخل، ودفعت تذكرة وجاء طلع لي فيها مزور. المفروض يشوفوا حل الملعب هذا، يعني جدة جماهيريتها معروف، جماهير الاهلي جماهير الاتحاد، نجي ما نحصل تذاكر، هذا ما ادري ايش يعني. لازم يشوفوا حل بصراحة. والله ما لقينا تذاكر، يقولوا خلصوا الملعب مليان. الحين كيف قدرت تدخل؟ ما بقينا الا ما فيها زي كذا. دخلنا بتذاكر اصلا، تذاكر ب20 ريال باعونا لنا ب30 ريال، وفي اكثر من ناس طالعين من فوق السور. دخلنا بتذاكر نعم. ناس كثيرين طالعين من السور واحنا دافعين 30 وكاسرين الباب وخاشين وبرضهم بيطلعونا. ليه؟ التذاكر مزوره ومدافعين فيها 30 ريال. والعذاب من تاني من تاني. ابو خالد ايش رايك في النار والعذاب؟ هذا عبد الحليم بنتفاهم معاه الحين عندنا، بس احنا خلينا على التقرير معك. والله يا ابو بدر لو سمعت كلام الولد الصغير الاخير صراحه بكل امانه يحزن، يعني ب20 ريال واشتراها ب30 ريال وطلعت كمان مزوره. فاحنا لما امامنا قضيه مش حكايه الملعب غير مهيأ، قضيه تزوير، قضيه سوق سوداء، قضيه نفاذ التذاكر. لا السوق السوداء لا عفوا ابو خالد عشان الناس تفهم، سوق السوداء انسى ما لها قضيه. انا في كاس العالم 3 مرات حاضر التذاكر، يجي واحد يشتري 10 تذاكر ويخبيها ويجي يبيعها قبل المباراه ب10 دقائق، هذه موجوده حتى في السلع، لكن التزوير هي المشكله. التزوير وحتى لو توفرت التذاكر كان انتهينا من المشاكل هذه. المشكله اللي اكبر من الامور هذه كلها اللي يساعد على القضايا هذه، لو تلاحظ قضيه المشاكل اللي تصير في ملاعب ما تصير الا في ملعب جده. المشكله في ملعب جده تصميم الملعب، قدم الملعب، الاسوار، اي ولد عمره تقريبا 9 10 سنوات يقدر يتسلق السور. هذه مشاكل لازم لها صراحه نحن لازم لها ملعب، المسؤولين ينظروا لها بعين الاعتبار. لازم لها ملعب يا ابو بدر، لازم لها ملعب خلاص. وصراحه انتم قاعدين تكشفوا حاجات في الملاعب يعني ترى كثير ما حد يدري عنها. الله يستر. وانا متاكد حتى المسؤولين ما يدروا عنها. وعسى المسؤولين بس لا يعني لا يزعلون، بس هذا المشكله، لو زعلوا هي المشكله. لا زالوا حتى الان يتقبلون. لا ما يا ابو بدر، ما انت عرضت قبل حلقتين سمو الامير نواف بن فيصل راح ملعب حواري وراح شاف ايش يحتاجوا. ليش المسؤولين اللي اقل من سمو الامير نواف بن فيصل في الرئاسه العامه رعايه الشباب في اتحاد كره القدم ما يجوا الملاعب ويحضروا قبل مباراه النصر مثلا والاهلي، يجوا من الساعه 5 العصر ويشوفوا ايش الوضع؟